السلام عليكم. النهارده هنعمل العاشوره بطريقه سهله قوي، وانزلوا صندوق الوصف هتلاقوا وصفات حلوه قوي هتعجبكم. يلا نسمي بسم الله. معانا ميه على النار بتغلي، لتر ميه، ومعانا ربع كيلو من القمح المقشور يعني اللي بدون قشر. غسلينه كويس قوي ومنقيينه ونقعينه في الميه 4 ساعات. هضيف القمح على الميه المغليه، وهغطيه كده وهوارب الغطا، وكل شويه هقلب فيه كده، هبص عليه واقلب فيه كده. واول ما تبتدي تشرب ميتها كده وتفشر هطفي عليها، وهاخد نص الكميه اضربها في الخلاط او بالهاند بلندر، يعني مش عايزاها تبقى مطحونه قوي. وهرجع افضيها تاني على العاشوره عشان عايزاها ما تبقاش شبه البليله يعني. وهخلطهم مع بعض كويس قوي. معانا لتر من الحليب. هضيف عليه كوبايه سكر كبيره، والسكر طبعا حسب الرغبه، لو عايزين تخلوه حلو قوي عايزين تقللوا السكر زي ما تحبوا. ومعلقتين كبار من النشا، وهقلبهم كويس قوي، ادوب النشا كويس قوي والسكر. وهضيفهم على العاشوره، وهفضل استمر في التقليب. وهضيف معلقتين كبيره من القشطه او كريمه لباني. انا حاطه وش اللبن، كريمه وش اللبن بتدي طعم حلو قوي وبتخلي القوام كريمي وبتعلي القيمه الغذائيه. وهضيف كيس فانيليا بيخلي طعمها وريحتها حلوه قوي. وطبعا القمح بيحتوي على قيمه غذائيه عاليه من فيتامينات ومعادن والياف. هفضل اقلب فيها كده لحد ما القوام بتاعها يبقى متماسك كده كريمي. بالشكل ده. هسيبه يهدى شويه، وهبتدي بقى ايه، اصبه بقى في اطباق او في كاسات زي ما نحب. دلوقتي انا هزينه بالطريقه التقليديه. هرش شويه من جوز الهند، وحبه زبيب، ممكن اضيف مكسرات، اي حاجه موجوده عندنا ممكن نضيفها. ممكن نضيف قرفه. بصوا الشكل عامل ازاي، تحفه. كده كان الشكل النهائي للعاشوره. هدلع بقى العاشوره بتركات جديده عشان اطفالنا، في معظم اطفالنا مش بيحبوا الزبيب. هضيف عليها صوص فراوله، عليها شويه من الشوكولاته الملونه،
الشكل يفتح النفس. بصوا الجمال، قمر. هزين المرة دي بالصوص الشوكليت بالشكل ده، وهرش شوية من الشوكليت شيبس. ممكن اضيف فاكهة، مانجا، فراولة، خوخ، اي فاكهة عندي ممكن اضيفها برضو، الطعم بيبقى حلو قوي. اغير الشكل للاطفال، يعني اخليه يجذب نظرهم، العين طبعا بتاكل قبل البق. اخر حاجة ده معانا هنزينه بسوداني مجروش. وهضيف عليه شوية من جوز الهند. وكده خلصنا العاشورة. من ربع كيلو عملنا الكمية دي 3 كاسات وبولة كبيرة. بصوا الشكل عامل ازاي، ولا الطعم تحفة. حاجة كده تاخد العقل. بصوا الشكل عامل ازاي، ولا الطعم تحفة. انا عايزاكم تجربوها، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين.